طبعا عندما فشلوا في الوصول إلى ما يريدون كان الإعلان، طبعا المرة الأولى كان الرغبة في الانسحاب وتحميل سوريا المسؤولية، ولكن لم يتمكنوا. في المرة التي تلتها في المرة الأخيرة كان ردهم هو إعلان علني بدعم الإرهاب وإيقاف الهدنة أو الانسحاب من الهدنة أو ما سمي وقف الأعمال القتالية. هذا ما شاهدناه جميعا في حلب من قذائف وحشية واستهداف للمشافي والمدنيين والأطفال. ورغم أن معظم المحافظات والقرى والبلدات السورية عانت وتعاني من الإرهاب وقاومت وما زالت، إلا أن نظام أردوغان الفاشي كان يركز دائما على حلب لأنها بالنسبة له الأمل الأخير لمشروعه الإخوانجي بعد أن فشل في سوريا وبعد أن فضحت حقيقته المجرمة والمتطرفة في العالم، ولأن أبنائها رفضوا أن يكونوا مطية وأداة في يد الغريب وقاوموا وصمدوا وبقوا في حلب يدافعون عنها وعن الوطن. وحلب ستكون هي المقبرة التي ستدفن فيها آمال وأحلام هذا السفاح بإذن الله. هذه الهدنة هي أنها تمت بتوافق دولي وبموافقتنا طبعا كدولة، ولكن لم يكن هناك التزام من قبل الطرف الأمريكي تحديدا بشروط هذه الهدنة وبتطبيقها. وغض الأمريكي الطرف عن وكلائه في المنطقة السعودي والتركي. السعودي أعلن بدعمه للإرهاب في أكثر من مرة، والتركي الذي يقوم أيضا علنا بإدخال الإرهابيين عبر حدوده إلى المناطق الشمالية. وغض الأمريكي النظر عن ما يقوم به أردوغان الذي كما قلنا افتضح في الخارج وأصبح منبوذا في الداخل ومكشوفا لدى مواطنيه، فكان لابد له من إثارة الشغب والفوضى فقط ليبقي لنفسه أوراق، فأرسل قواته إلى العراق وابتز الأوروبيين بموضوع اللاجئين وقام بدعم الإرهابيين ودفع الآلاف منهم إلى حلب مؤخرا. يعني عمليا أردوغان لم يبقى له من دور سوى دور البلطجي السياسي أو باللغة الفصحى أخرى الأزعر السياسي.